اهلا بكل طلابنا وحبايبنا طلاب الصف الاول الثانوي ماده الفلسفه والمنطق مع دكتور زينب عاطف خبير المواد الفلسفيه بوزاره التربيه والتعليم. احنا معودينكم احنا بنحل مع بعض اسئله كتير قوي. نظام الجديد قايم الحقيقه على حل الاسئله. حلينا قبل كده مع بعض جزء من كتاب الامتحان 2025. مكملين النهارده مع بعض ان شاء الله باذن الله. هنحل برضو جزء تاني من اسئله كتاب الامتحان. خلال الحل الحقيقه بنتعرف ازاي نحل، ازاي نتعامل مع البدائل الطويله والقصيره، ازاي ان احنا نفهم السؤال، يناقض، يخالف، يفند، ازاي نحل الاسئله باشكالها المختلفه. تابعنا سواء على البيج بتاع منصه مناهج او سواء على صفحتي دكتور زينب عاطف، معاك في كل وقت وفي كل مكان. تعالى كده لما نحل خلي بالك ان الاسئله الاولى دي الاسئله اللي موجوده عندك في كتاب المدرسه، فاحنا كده بنحل اسئله كتاب المدرسه بالاضافه لاسئله كتاب الامتحان. ولو انت لسه اول مره تشوف الفيديو ادخل على البيج بتاعتنا، هتلاقي التقييمات بتاعت جميع الاسابيع الاولى والثانيه والثالثه والرابعه موجوده عندنا على البيج، والاداءات الصفيه والواجبات وشرح لبعض اجزاء المنهج، فمش عاجبينك من حاجه. تعالى يلا بقى. من أقوال أرسطو: الحكمة هي التجربة ومضاف إليها التأمل العقلي. يشير المقولة إلى اثنين من أساليب التفكير الإنساني، وهي الحكمة اللي هي الفلسفة، التجربة اللي هو العلم أو العلمي، يبقى الفلسفي والعلمي أهي. العلمي والفلسفة أو الفلسفة والعلمي الاثنين واحد. من البشر من يرتفع تفكيره على مستوى الأشياء المادية الملموسة بحيث يصل إدراكهم إلى مستوى المعاني والمبادئ الأولى. ما دام اتكلم على المبادئ الأولى وهو عايز الجزئية دي يبقى تأملي عقلي. بمناسبة المبادئ الأولى بقى، كان في سؤال موجود حليته قبل كده الحقيقة، كان بيتكلم فيما معناه ان هو الاسلوب اللي بيدرس الجزيئات عشان يجمعها ويصل الى مبدأ عام ليها. في بعض الاستاذة فاضلة تواصلت معايا وقالت لي ان انا كنت حلاقي الاسلوب الفلسفي، فقالت لي لا، ان دوت مش اسلوب فلسفي، ده اسلوب علمي. الحقيقة لا، ده اسلوب فلسفي. ليه؟ لان هو بيقول لحضرتك، انا بس حبيت ارد عليها من خلال الفيديو ده لو هي متابعيني، لان هو بيقول لحضرتك هو بيدرس الجزيئات عشان ياخد الجزيئات دي كلها ويوصل لمبادئ اولى. مبادئ اولى يعني علل بعيده، يعني علل اولى، واللي بيوصل للمبادئ الاولى هو الفلسفه وليس العلم. العلم بيوصل لحقائق واضحه ومباشره وظاهره ومحدده، لكن اللي بيجمع الجزيئات عشان يوصل منها العله بعيده وعله اولى هو الاسلوب الفلسفي وليس العلمي. تعالى كده نكمل هنا. يقول أحد الفلاسفة: يمكن لصبي أحمق أن يقتل حشرة، لكن كل علماء الأرض لا يستطيعون أن يخلقوا مثل هذه الحشرة. تشير المقولة لأحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب الذي امسك القلم وحول، يبحث عن العلل القريبة، العلمي. يفسر الموجودات، ده الساذج أو الخرافي أو زي ما أنت عايز تسميه سميه. يفسر الموجودات بالقدرة الإلهية، ده الديني. يربط الظواهر بالظواهر الأخرى، ده الفلسفي. طب هو هنا بيقول الخلق وبيتكلم على الخلق خلق الكائنات، يبقى هنا الديني. قام طالب بكتابة مقال عن الرخويات التي انقرضت وقدرت بحوالي 20,000، فاندهش الطلاب مذهولين متعجبين من قدرة الخالق. يمثل ذلك أحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب. لازم تقرا السؤال للآخر عشان ما يجيبلكش في الآخر يناقض ولا يخالف، يبقى هو عكس الإجابة. لكن احنا هنا شغالين قدرة الخالق، يبقى الأسلوب الديني الإيماني. الاعتماد على الفحص والتمحيص وتقديم البرهان العقلي بدلا من اعتناق الاساطير المبنيه على الخيالات والاستهواء. هنا البرهان العقلي ده فلسفه، الاعتناق دوت اللي هو الخرافي او الساذج. طب الفلسفي والخرافي جيم. اعلنت المدرسه عن اقامه ندوه بعنوان، خلي بالك انا هنزل لك الملزمه اللي انا بحل منها دي هتبقى موجوده معاك PDF، حلها وارجع صحح معايا من الفيديو هنا. أعلنت المدرسة عن إقامة ندوة بعنوان صحتك تهمنا، فسارعت بتسجيل اسمك للحضور لتسأل المحاضر عن أسباب التعب والإرهاق الذي تعاني منه، ولا ينتهي فأجابك المحاضر بأن السبب الرئيسي هو قلة النوم. يطبق الموقف أسلوب التفكير الإنساني الذي يعتمد على، هتمسك القلم وتحول البدايل. نزعة عقلية تأملية هتكتب كده فلسفي. تفسير غيبي ساذج هتكتب كده خرافي. تقديم أسباب حقيقية علمي. تفسير ديني إيماني اللي هو الديني، هو اداك سبب واضح ومباشر للظاهرة، يبقى دوت العلمي اللي هي ب.
يقول دانيال: نحن نملك نفس الجينات والأدمغة عن أسلافنا القدماء، ولكن الاختلاف في امتلاكنا أدوات التفكير والتي تجعلنا نتمكن اليوم من السيطرة على الطبيعة والتحكم فيها. احنا سيطرنا على الطبيعة وتحكمنا فيها بواسطة العلم، فدوت أسلوب علمي. تكشف المقولة عن أحد أساليب العلمي. اسلوب يبدأ بالشك باعتباره منهج للعقل واسلوب حياة، فيجب علينا عدم التسليم او قبول اي فكرة الا بعد الفحص والتحقق من مدى مصداقيتها. يعكس مش معناها العكس، يعكس معناها يجسد ما سبق. اسلوب التفكير الذي بدل بيتكلم على الشك، بيتكلم على التأمل، الفحص، التمحيص، البرهان العقلي، يبقى انا شغالة على الفلسفي. فين الفلسفي؟ ألف. يستطيع صاحبه استيعاب الحقائق الجديدة واختبار صحتها عن طريق استخدام قواعد محددة. قواعد محددة ده اللي هي قواعد المنهج العلمي، وليه دور في صنع التقدم الإنساني، تكييف وروبوتات وسيارات وطيارات، ده عن طريق العلم. فين العلم؟ أهو. تستطيع الدولة المصرية معالجة مشكلتها عن طريق التعرف على أسبابها للتوصل لخطط تنموية مدروسة. تدلل العبارة على اتباع أحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب. حطت حلول موضوعية ومدروسة، يبقى ده الأسلوب العلمي. فين الأسلوب العلمي هنا؟ أهو، يتبع مناهج علمية. معتقدات قديمة راسخة ومتوارثة تدفع عقولنا للخطأ في الإدراك والتفسير. يشير ما سبق إلى أسلوب التفكير الخرافي. فين الخرافي موجود؟ هنا هو، أصحاب الفكر الساذج. حدث في عام 2006 كسوف جزئي للشمس في شتى أنحاء مصر، كسوف كلي في منطقة السلوم. تم تفسير ذلك سبب واضح ومباشر بأن الشمس والأرض كانوا على خطين مستقيم، وأن القمر يحجب ضوء الشمس. يمثل ذلك استخدام أحد أسلوب التفكير الإنساني، وهو أسلوب بيعتمد على الأسباب الواضحة والمباشرة للظاهرة. يبقى احنا شغالين على العلمي التجريبي. لقد انتشر التنجيم اليوم بشكل كبير. تنجيم اللي هو المنجم، اللي هي الخرافات. يبقى احنا شغالين على الأسلوب الخرافي اللي هو الساذج غير منطقي. نزيف الأنف قد يرجع لبعض الأسباب، منها ارتفاع ضغط الدم، التهاب الأغشية الأنفية، ضعف الأوعية الدموية. يمثل ذلك أحد أساليب التفكير الإنساني سبب واضح ومباشر للظاهرة. يبقى احنا شغالين على الأسلوب العلمي. يتميز ذلك الأسلوب بالشمول والتوسع في تناول الظواهر التي تهم الإنسان ويسعى لمعرفتها. بيقول لك شمول وتوسع يعني كلي وشامل. طيب حول معايا. يبحث عن العلل المباشرة، علمي، اكتب. يؤمن بالقدرة الإلهية، ديني، اكتب عندك. يقدم تعليلات غيبية ساذجة، الخرافي. يبحث عن المبادئ الأولى اللي هو الفلسفي. أيوة، هو ده اللي أنا عايزاه، يبقى ده. طب تعالى سؤال 16. اسلوب يعتمد على الاوهام فيبدو متناقض ومتعارض في كثير من الاحيان. تصف العباره احد اساليب التفكير الانساني وهو الاسلوب. تناقض، تعارض، يبقى احنا واوهام كمان، يبقى احنا اكيد شغالين على الاسلوب الخرافي. اكتشف جورج سيمون قانون بعد إجراء بحوث عديدة في مجال الكهرباء، وسمي بقانون وينص على أن التيار الكهربائي الذي يسير في موصل معدني يتناسب طرديا مع فرق الجهد بين طرفيه عند ثبوت درجة الحرارة. تدلل العبارة السابقة على اتباع أحد أساليب التفكير. امسك القلم، ده علمي، دوت ساذج اللي هو خرافي، نزعة عقلية اللي هو فلسفي، بعيدة اللي هو برضو فلسفي الحقيقة. طيب يبقى هنا بيقول قانون، يبقى احنا اكيد شغالين على العلمي. يرى ابن سينا ان الانسان نشأ جاهلا في معرفته، ولا يستطيع ان يخرج من جهله الا باستخدام النظر العقلي المجرد في تفسير قضايا الكون والانسان. يجسد هذا الرأي احد اساليب التفكير الانساني وهو اسلوب انسان جاهل وعايز ينظر نظر عقلي مجرد. يبقى احنا بندور على الاسلوب الفلسفي. فين الاسلوب الفلسفي في اللي موجودين قدامي؟ جيم. ألف علمي، ب دوت عقائدية ديني، د دوت خرافي. تعمق أحد الباحثين في دراسة الميتافيزيقا. الميتافيزيقا اللي هو الوجود والكون بكل ما فيه، التي تسعى للوصول لجوهر الأشياء، أصل الأشياء، من خلال منهج التنظير العقلي. يكشف ما سبق عن أسلوب، أكيد الأسلوب الفلسفي. تبث بعض الأمهات الخوف في أبنائها حيث تستطيع السيطرة على تصرفاتهم وتدعي في شبح، في جن، في عفاريت، في أم 44 هتطلع لك، في مش عارفة إيه. أكيد الكلام دوت كله كلام خرافي.
يتأمل الزاهدين كثيرا للظواهر الكونية مثل ظاهرة القمر العملاق حيث يشتد ضوء القمر ويظهر بشكل أكبر من الاعتيادي. يعبر ذلك عن أسلوب التفكير زاهدين. الزاهدين اللي هو زاهد من الدين، فدوت أسلوب إيماني عقائدي ألف. توصل الأطباء إلى أن وجود خلل في الغدد اللعابية أو الآثار الجانبية لبعض الأدوية تعد أكثر الأسباب التي تؤدي لجفاف الفم. تعطي العبارة السابقة مثالا لأحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب. أمسك القلم وحول، دوت ديني، ده علمي بيقولك قريب أهو. أصل الموجودات ده فلسفي ساذج، ده خرافي. طيب هو هنا توصل لسبب واضح ومباشر للظاهرة، يبقى ده جيم علمي. تفكير يعتمد على المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها للوصول لقرارات وأحكام مستند إليها. توضح العبارة أساليب التفكير الإنساني اللي بيعمل مشاهدة، عشان ما يطلعش حد يقولي فلسفي، لا، اللي بيعمل مشاهدة ارجع لخطوات أصلا المنهج العلمي التجريبي، اللي بيعمل مشاهدة، اللي بيعمل جمع بيانات، اللي بينظم البيانات، دي خطوات المنهج العلمي التجريبي، فهو علمي. لقد كان للتفكير الأسطوري تأثير على الاعتقادات وخاصة المتعلقة بالغيبيات كالحياة والموت، كما أنه كان سائدا قديما. يشير ذلك لأحد أساليب التفكير الإنساني وهو الأسلوب. يلا حول معايا حبيبي. ألف ده فلسفي، جيم علل مباشرة علمي، اكتب يخالف العقل والمنطق اللي هو الخرافي، يركز على الجوانب الشرعية اللي هو الديني. تفكير أسطوري يبقى أكيد خرافي به. اسلوب لا يكتفي بالمبادئ الجزئيه بل يعتمد على المبادئ العامه. تاني نفس فكره السؤال، فهو يهتم بالوصول للمبادئ الاولى. اهو مبادئ اولى، ما دام اتكلم على مبادئ اولى، اتكلم على العيله البعيده، اتكلم على ان هو بيجمع الجزئيات عشان يوصل لمبدا عام ليها، يبقى ده اسلوب فلسفي. عشان الناس اللي بعتلي تقول لي يا ميس يا دكتور ده علمي. علمي ايه؟ العلمي ما بيوصلش المبادئ الاولى. العلمي اسباب واضحه ومباشره وقريبه للظاهره. استطاع، وارجع لكتاب المدرسة، استطاع الإنسان أن يصل لسبب الأعاصير وهو اتجاه الهواء المحمل بالرطوبة والصاعد بطريقة حلزونية إلى الداخل باتجاه الأعلى. توضح العبارة أسلوب التفكير. أني أسلوب تفكير دوت سبب واضح ومباشر، ظاهرة كونية، يبقى احنا شغالين على المادي المباشر اللي هو العلمي. آخر سؤال، ينشغل المفكرين بالبحث في الظواهر الاجتماعية السلبية المنتشرة بالمجتمع للوصول إلى الحقائق التي تسببت في انتشارها ومدى ارتباطها بهذه الظواهر بعضها البعض. يبقى هو بيشوف العلاقة ما بين الظواهر بعضها البعض، ده فلسفي. وفوق عايز يوصل للحقائق والأسباب، ده علمي. طب فين العلمي والفلسفي والفلسفة والعلمي؟ أهو. يبقى احنا كده حلينا اسئله كتاب الامتحان مع بعض. الجزئيه دي لسه هنكمل باقي اسئله الامتحان، استنانا.